السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بطل حكايتنا الطالب سكانة، طالب مجتهد محبوب من الجميع، بيدرس الأحياء المائية وهدفه إنه يجتهد على نفسه في الدراسة عشان ياخد منحة بره ويسافر للمكسيك عشان يتفرج على أسراب من السمك ويعوم معاهم، وكمان بيشتغل غواص في محل الأسماك. بيرجع من شغله تعبان وبينام، وفي اليوم التاني تعرض عليه صاحبته اللي شغالة معاه في المحل إنه هيروح يغوص معاهم يوم الأربعاء اللي جاي. صاحبه معدي هيقول له أيوه يا معلم هنجيبه بنات. هي طبعا تتغاظ وتقول له اسكت يالا انت هتعوم مع السمك. وهينتهي دوام الشغل وسكانة وهو مروح يسمع حد يطلب المساعدة، وهتطلع الفتاة كوميكو اللي هنعرف بعد كده إن اسمها جوزيه. فتاة مقاطعة بتعيش مع جدتها. سكانة ناقصها لما كانت هتقع من أعلى المنحدر، وهيقع على الأرض وهيتبهدل خالص، وهتيجي جدتها عشان تطمن عليها وتشكر الشاب اللي نقصها. بعد كده هتروح تجيب كرسي كوميكو، وتتوقع من كوميكو تشكر سكانة ازاي؟ هتعضي ايده وهتوجعه، وهيقول لها انت ليه عملتي كده؟ هتقول له ما تلمسنيش